من تجمع إعلامي حوران المستقلون. أهلا بك أبو أحمد. أهلا بكم وبكل مستمعين راديو سمارت. أبو أحمد، بداية أين وصلت المعارك في الشيخ مسكين الآن، وما هي أهمية مبنى 8 آذار الاستراتيجية؟ نعم أخي، الآن الجيش الحر تقدم بعد تحرير تل حمد والمشتل إلى لواء 82، وأيضا عدة نقاط أخرى. بالنسبة لأهمية اللواء، لأهمية البرج 8 آذار، فهو يعتبر من أعلى الأماكن وتمركزات قوات النظام التي كانت تتمركز بها، حيث قام الجيش الحر باستهدافه، وأيضا تم تحريره من قبل أبطال الجيش الحر، حيث كان يؤثر على تحركات الجيش الحر هناك بسبب مكانه وعلوه الذي كان يكشف عدة نقاط يتمركز بها الجيش الحر. تم تحرير هذا الموقع لقوات النظام، وتم اغتنام أعداد كبيرة من الأسلحة هناك، وتم قتل أعداد كبيرة. أيضا أضيف إلى هذا الخبر أنه هناك جثث أيضا كثيرة من حزب الله الذي كانوا يتمركزون في عدة مواقع، منها أيضا بناء 8 آذار تم قتلهم، وتم وجود معهم أيضا علم حزب الله، وتم اغتنام أسلحتهم وذخيرتهم. أبو أحمد، ما هي أبرز النقاط التي تبقت إذن لقوات النظام في الشيخ مسكين؟ كما ذكرت لكم، الآن تبقى اللواء 82، وأيضا عدة نقاط أخرى، لكنها يعني ليست مهمة بحد كبير. إذا تمت الآن المعارك أغلبها على اللواء 82، ويتم استهدافها بشكل مستمر. أبو أحمد، قبل أن أختم معك، هل أحدثنا إذا سمحت عن الأوضاع الإنسانية والطبية في المدينة بظل القصف المستمر والاشتباكات العنيفة؟ بس أخي لو سمحت لي، أريد أن أذكر أن هناك مجزرة اليوم اكتشفت في بلدة الشيخ مسكين، راح ضحيتها عائلة كاملة أغلبها من الأطفال والنساء في صباح هذا اليوم، وأثناء تمشيط الحي الغربي من المدينة تم العثور على هذه العائلة بعد أن قامت ميليشيا الأسد بإعدامهم إعدام ميداني، وقاموا بدفنهم هناك. أيضا اليوم شنت قوات النظام حملة دهم واعتقالات في قرفة. بالنسبة للتطورات الإنسانية هناك، الحقيقة أن الجرحى جميعهم يتم نقلهم إلى المشافي الميدانية خارج البلدة بسبب عدم توفر المستلزمات الطبية في هذه البلدة، وعدم توفر مستشفى ميداني في هذه البلدة. أيضا بالنسبة للمستشفيات الميدانية التي يتم نقلهم إليها، هناك نقص في المستلزمات الطبية، وأيضا لا يوجد الدعم الكافي، وأيضا لا يوجد الأدوية اللازمة لمعالجة جميع الإصابات، فيتم نقل بعضهم إلى الأردن. وأيضا هنا بالنسبة لنقل بعضهم إلى الأردن، هناك الكثير منهم تتوفاه المنية أثناء إخراجه إلى الدول المجاورة. أبو أحمد الحوراني، الناشط الإعلامي من تجمع إعلاميو حوران المستقلون، حدثنا عن آخر التطورات في الشيخ مسكين. شكرا جزيلا لك.